الله تكون بخير وافضل حال. انا حضرت امبارح والنهارده البطوله. انا اسمي محمد الصغير، انا التكنيكال بريجيد، بقول الترياسلون تكنيكال بريجيد. جاي الاتحاد الدولي معيني مراقب على البطوله. جيت شفت الاجواء جميله جدا. المكان بالنسبه للسباق في وسط الجمهور بالتشجيع في كل مكان. المسار كله كويس. المسار الدراجات فيه صعوبه وفي اثاره، في مطالع وفي كيرفات، ده بيزود حماس اللعيبه. مسار الجري برضو في الشوارع ما بين الجمهور في كل الطريق. السباق كويس، البطولة كويسة. مسار السباحة مسار صعب مش سهل برضو. المية هنا مفتوحة شوية. اللعيبة استمتعوا، وببارك للعيبة وببارك للمغرب وببارك للعرائش لاستضافة البطولة. وإن شاء الله البطولة السنة القادمة تبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. وطبعا التنظيم والتحكيم ما ننساش دورهم في البطولة. طبعا الجامعة الملكية للترياسلون وجامعة العرائش للترياسلون عملوا مجهود كبير لأن البطولة تنجح. إن شاء الله بالتوفيق، ونشوفكم البطولة السنة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله البطوله الجاي ان شاء الله فين غتكون الضوء ان شاء الله. السباق الجاي ان شاء الله البطوله القادمه ان شاء الله فين غادي تكون ان شاء الله. ان شاء الله تبقوا احسن. بالنسبه للاعداد المشاركه اللي كانت موجوده في البطوله دي اعداد كويسه جدا. ان شاء الله لو العرائش او الترياسلون استمر في المغرب على نفس الوضع دوت، هيبقى البطوله السنه الجايه هنقفل الاعداد بتاعه اللاعبين اللي موجودين، نوصل لعدد لاعبين كبار. غير ان اصلا العرائش بتعمل على هامش البطوله دي البطوله الوطنيه، فموجود عندهم مراحل متنوعه من تحت 15 سنه وتحت 17 والهواه الايدج جروب. ففي عدد في البطوله سواء امبارح او النهارده. وان شاء الله العرائش يبقى فيها سنتر للترياسلون علشان تقدر ان هي يبقى موجوده على مستوى المغرب. شكرا.